فاللهم يا رب يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. واحمل عنا أثقالنا في الدنيا والآخرة، يا علي يا رحيم يا قدير. يا صباح الخير، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة ليكم ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم علا ودي قناتي، وان شاء الله النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو لسه جديدة معايا اول مرة تشوفيني، اتمنى كده تاخدي لك لفة في القناة وتشوفي المحتوى والفيديوهات اللي بنقدمها، ولو عجبك اتمنى تكوني اختي من اخواتي. كمان عايزة ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا جديد معايا في القناة. اهلا وسهلا بيكم، بجد شرفتوني ونورتوني. وشكر كبير جدا لكل متابعينا المحترمين، بجد انا بشكركم جدا على كل الدعم وكل الكومنتات الجميلة. وبجد يعني هو ده اللي انا كنت عايزة اكسبه من اليوتيوب، يعني ناس محترمة وناس جميلة. بجد شكر واجب لكم، وكان لازم ان انا اشكركم. فبجد شكرا لكم جدا يعني. تعالوا بقى النهاردة فيديو تشجيعي كده وروتين تشجيعي وتحفيزي. بصي هتشجعي جدا، يعني عندنا معركة في غرفة الولاد طبعا. طبعا لسه داخل معايا جديد. طبعا انت هتقول مثلا هو مفيش الا انت هتطبق البطاطين وكده. لا، ما هو احنا برضو بنتعلم ان احنا نعلم ولادنا ان هم يعملوا ايه. يعني عايزين نعودهم كده ان هم يهتموا بنظافة الغرفة اللي هم قاعدين فيها. كمان يهتموا ان هم يلموا اللعب ويلموا حاجتهم، سواء كانوا بيذاكروا سواء كانوا بيلعبوا، يلموا الحاجة بتاعتهم من بعد ما هم يخلصوا. فده شيء اساسي علشان خاطر انت ترتاحي وهم يبقوا مرتاحين، وما يحصلش بقى يعني خناقات وكده ما بينكم. فلازم انت تعوديهم على حاجة زي كده. بجد بيطلع انسان منظم، انسان عارف يعني هو ان وراه مسؤولية، ان هو بعد ما هيلعب هيلم حاجته، بعد ما هيذاكر هيلم كتبه. فبجد ده شيء ضروري جدا. عشان كده انت يعني ايه، ما تشيليش نفسك فوق طاقتك. انت يا دوب وراكي بقى هتمسحي، هتكنسي، هتغيري فرشة سرير، هتطبقي بطاطين. فتدخلي كده الغرفة بتلاقيها ايه، منظمة، يعني اللعب محطوطة في مكانها. ممكن بعض لعبة مثلا مفيش مشكلة، انما بقى طبعا احنا عارفين الولاد بقى لما بيفرشوا العدة بتاعتهم فالجو يعني بيبقى دمار. فلازم يكونوا متعودين. كمان لازم تعودوهم برضو، حتى لو هم هياكلوا او ايا كان، يعني حطيت لهم حاجه في طبق او كده، عملت لهم لبن يشربوه، عصير، لازم يخلصوا ويودوا حاجتهم المطبخ. ده حاجه ضروريه جدا يا بنات، لازم نعود ولادنا عليها. يعني ما تاخدهوش ان انت اللي بتشتري من وراه كل حاجه، لان انت هتتعبي جدا. ولسه بقى اما يكبر طبعا مسؤولياته بتكبر. وطبعا بصي انت اللي هتشتري، هتفضلي شايله بقى الحمل من هو صغير لحد ما يكبر. طبعا احنا شايلين الحمل وكل حاجه، بس على الاقل هو يساعدك، يشيل مثلا من وراه حاجته، لعب يشيل لعبه، ذاكر يشيل الكتب بتاعته، شنطته عارف بتتحط في المكان كذا هيروح يحطها كده. يعني ما تخليش انت اللي شايله فوق طاقتك، عشان خاطر انت بتزهقي او بتلاقي مجهودك بيروح هدر. يعني لو انت مثلا مش حاكماه برضو في موضوع العابه او المكان اللي بيقعد يلعب فيه، دايما هتلاقي شقتك مليانة لعب. هتمشي هنا هتلاقي حاجات موجودة، هنا هتمشي هنا هتروحي الصالة هتلاقي لعب موجودة او حاجات مرمية. فهتتضايقي ونفسيتك هتتعب، لان انت بتشوفي جهدك ومجهودك بيروح هدر. فطبعا لازم نعلم ولادنا على حاجة زي كده. كل ما باجي يعني انضف الغرفة بتاعة الاطفال دي بفضل اقول لكم كده، بس هو بجد يا بنات حاجه ضروريه جدا يعني. حتى لو فضلت اقولها لكم كل فيديو، ده من اهم شيء ان انت تعلمي اولادك ان هم يساعدوك. ما يعني ايه، ما تشتريش انت، لان احنا بص هي دي طبيعه الحياه. احنا كده النهارده صغيرين، بكره هنكبر. فيعني صحتك النهارده غير صحتك بكره، غير صحتك بعد سنتين بعد ثلاثه. فانت يعني انت هتعودي الطفل ان انت اللي بتعملي من وراه كل حاجة، فهيكبر على كده وهيبقى يعني هيطلع على كده. فوالله نصيحتي كأخت، انا كنت اصغر اخواتي يعني. فبصراحة كنت بشوف اخواتي يعني اخواتي مثلا كانوا ما بيجوا عندنا البيت او كده، او انا بروح لهم.
فبشوفهم بيتعاملوا ازاي مع الولاد يعني. فانا طلعت برضو زيهم على فكرة، يعني انا اتعلمت برضو منهم ان انا مش كل حاجة انا اللي اعملها، لا هم برضو كانوا معودينهم برضو على نظام. يعني هيعملوا حاجة، اكلوا حاجة الاقي مثلا ابن اختي يشتري الطبق مثلا ويوديه المطبخ، هو مش مستني ان حد هيودي الطبق. فطبعا هو بيبقى مثلا من الاساس انت بتأسسي انسان لسه هيطلع وهيكبر وهيعمل حاجات كتيرة جدا. فمش شرط خالص ان انت تفضلي دايما انت اللي معوداه ان هو يعمل ان انت تعملي من وراه. لازم تعوديه ان هو ليه يد او جزء في المسؤولية دي، لان هو مش كل مسؤولياته اللعب او ان هو ياكل وخلاص ويسيب حاجته ويقوم. لا خالص، انت تعوديه كده من هو صغير عشان خاطر انت وهو ترتاحوا بعد كده مع بعض. يعني لان فعلا بشوف ناس لما ولادها بتكبر يعني هم طبعا بيبقوا كبروا مثلا في السن وتعبوا، فبيحصل مشاكل بسبب الموضوع ده. بسبب مثلا الام برضو وراها مسؤوليات كتير وكده، فبتلاقي مثلا الطفل او ابنها بقى بعد ما كبر تلاقي مثلا رمي التيشيرتات بتاعته، جه من بره قلع هدومه ورماها. فبتحس بقى بيحصل بقى ايه الخناقات ما بين الام وابنها، وده بيأثر برضو في العلاقة ما بينهم. يعني شوفوا حاجة بسيطة بتأثر في العلاقة ما بين الأم وما بين الولاد يعني. طب واحنا الايه وهو كده وهو صغير، يعني ايه نعمله؟ يعني نعلمه كده. لا انت لازم تشيل مسؤولية نفسك ولو جزء بسيط، وبعد كده كل ما يكبر تكبروا له بقى المسؤولية شوية، كل ما يكبر تكبروا له المسؤولية شوية. بس انتوا برضو ما تشيلوش نفسكم فوق طاقتها، وما تعودوهمش ان انتوا كل حاجة انتوا اللي لازم تعملوها يعني. انا كنت طبعا وانا عماله اتكلم كده كنت خلصت الغرفه الحمد لله، هي كانت يعني نظيفه، بس ايه انا كنت عايزه امسحها كده واروق عليها شويه، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا يعني احنا قعدتنا فيها كده على طول. ف... فطبعا لازم ايدي تبقى فيها على طول يعني. انا بصراحه في الشتاء ممكن بطول شويه في تغيير الملايات، ممكن اقعد يومين او ثلاثه كده، لان طبعا بقى في دفايات وكده وساعات بقى بيبقى مفرش بقى اللي هي القطيفة دي، فبيبقى صعب ان انت تشيلي وتقعدي بقى تغسلي كل كام يوم يعني او كل يومين. لان انا في الصيف تقريبا ممكن كل يوم بغير فرشة السراير يعني عادي، فطبعا الموضوع بيبقى اسهل يعني. تعالوا بقى دخلت المطبخ قلت بقى هعمل بقى نوع معجنات النهارده. بصوا يا بنات، النوع المعجنات ده هو انا متعلمه من والدتي من وانا يعني لسه قبل ما اتجوز. يعني احنا كنا بنقول عليه فريسكا، مش عارفه بقى في ناس بتقول شريك وناس بتقول حاجات كده، بس انا عارفه ان ده اسمه فريسكا يعني. فانا بعملها على طول من ايام والدتي. هكتب لكم دلوقتي المكونات كده على الشاشه عشان تعملوا سكرين شوت، وهقول لكم انا عملت ايه. طبعا انا بحط اللبن بيبقى دافي، بحط على نسبه من الميه بنات طبعا زي ما احنا متفقين يعني في كل المعجنات. بنزل بقى بالبيضه بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش بارده يعني او سقعانه. وبنزل بقى بالسكر وبس. بس بالنسبة بقى للسكر يا بنات، لو انتوا عايزين السكر بتاعه ظاهر جدا حطوا 5 معالق كبار مليانين حلوين كده على 3 كوبايات دقيق. لو انت حباه السكر بتاعه هادي تحطي 4 كوبايات 4 معالق كبار سكر، ما تحطيش 5. تمام كده. بس وحطيتي الزيت ربع كوباية، وحطينا ايه كمان الفانيليا، وحطينا كده رشة من الملح على الدقيق، ونص معلقة صغيرة من الخل ممكن تستغني عنه، ومعلقة كده ايه ممسوحة من البيكنج باودر. بس كده، والخميرة طبعا واللبن البودر. انا هكتب لكم المكونات على الشاشة حالا وهتظهر لكم، واعملها سكرين شوت. وهبدأ بقى يا بنات ايه ان انا اقلب السوائل دي في بعض بالبيض بكل حاجة، وما السكر كده تحسين ان هو داب. هيدوب طبعا لان اللبن بيبقى دافي. فهنزل بقى بالدقيق بتاعي وابدأ ان انا اعجن طبعا العجنة المشهورة اللي انا معوداكوا عليها. بس بجد يعني اعتمديها في المخبوزات معاكي، هتطلع لك المخبوزات هشة وحاجة كده واو يعني. بصراحة يعني انا من يوم ما بقيت اعمل المعجنات كده، وانا الحمد لله بيطلع معايا المعجنات يعني تحفة والله العظيم. يعني جزاها الله كل خير الشيف الكوري اللي انا متابعاه ده، بصراحة بيعمل حاجات حلوة. هعمل لكم نوع برضو قريب انا مصوراه بس لسه ما نزلتوش. بس طلع حلو قوي يا بنات. هو عامل كده ايه زي عيش الفينو بس تحفة يعني، طعمه جميل جدا يعني. طبعا بقى بتسيبها تخمر
اهم حاجه العجينه بتاعتك تبقى طريه وحلوه كده، ما تبقاش شاده او ماسكه نفسها. كمان الفريسكا مش زي باقي المعجنات، لازم تدهنيها زيت من تحت ومن فوق علشان خاطر ما تنشفش منك. وانت كمان بتفرديها لازم تدهني ايدك زيت وتحتها كده زيت عشان خاطر برضو طول ما انت بتعمليها هي يعني ايه عجينة كده تحسها حساسة شوية، بتنشف منك بسرعة. فاحنا مش عايزينها تنشف، فلازم تتعاملي معاها بالزيت، يعني ان انت تدهني ايدك زيت وتدهني تحت كده ايه على البلانشة او على الرخامة زيت وانت بتفرديها يعني وكده. طبعا هي لها اشكال كتير، بس انا بصراحة اكتر شكل بحبه الشكل ده. كانت والدتي يعني ربنا يديها الصحة هي اللي كانت بتعمل الشكل ده على طول، كانت بتحبه يعني فاحنا متعودين دايما ان احنا نعمل الشكل ده، كان عندنا في البيت يعني. في اشكال تانية، في ضفيرة، في اللي هي شبه القرصة العادية وبترش سمسم كده من فوق. بس انا النهارده كده حبيت اغير وقلت مش هرش سمسم وهرش جوزة الهند يعني، وممكن ترش سكر مع جوزة الهند كده من فوق، اللي هو سكر عادي اللي هو سكر الجرانيش ده اللي هو الحبيبات، وبيبقى برضه حلو قوي. كنا دايما يعني اتذكر يعني ان احنا كنا لازم نعمل الفريسكا دي يوم 6 اكتوبر، بس مش عارفة ليه بصراحة. كانت والدتي يعني نقعد نعملها، وكانت الحفلة بتاعت اكتوبر دي تبقى جاية في التلفزيون. بس في ذكريات والله حلوة قوي يعني، انا بحب اعملها من المعجنات اللي من يوم ما اتجوزت وانا لازم اعملها على طول يعني. حلوة قوي، مغذية على فكرة، فيها بيض فيها لبن. حلوة قوي يا بنات، ويعني طعمها جميل جدا مع الشاي بقى، والشتا بقى معجنات الشتا كده والحاجات الحلوة. فطبعا الشتا معروف يعني بالمعجنات، هنعمل مع بعض تشكيلة معجنات بقى. بصوا انا ببقى يعني في الشتا ده ببقى عايشة مع المعجنات في المطبخ يعني. بحب اعجن واخبز يعني كتير جدا يعني. جربوا ان انتوا تخبزوا كتير في البيت، بتحسوا كده بالدفى وبتحسوا البيت بيبقى ريحته حلوة يعني، خاصة بقى الحاجات اللي بيبقى فيها فانيليا وفيها يعني في الخبيز دي بتبقى حلوة قوي يعني. والحوادق اللي هو الزعتر اسمها ايه دي اللي هي حبة البركة، بيبصوا بيقلبوا ريحة البيت وانت بتخبزي كده بتبقى ريحة حلوة قوي. فطبعا انا كنت كده جبت معلقتين لبن كبار وحطيت عليهم كده شوية لبن بودرة بيدي لون حلو كده، وبقلبهم في بعض وبدهن بيهم وش الفريسكا او المعجنات بتاعتي دي. وبعد كده برش جوزة الهند. وبحط كده لو انت حابه يعني، انا عملتها حركه يعني فاهمين، بضحك على اولادي يعني ان هي فيها شوكولاته بس هم بصراحه حبوها جامد وهم بيحبوها اصلا. فانا حطيت لهم كده الشوكولاته برضو تشجيعا يعني. وممكن على فكره ما تبقيش تحطي على الوش حاجه، وممكن تسيحي شوكليت وبعد ما بتخرج وتبرد بتحطي عليها شوكليت من فوق. بصوا بصراحه هي خطيره يعني، بصراحه مع كوبايه شاي بلبن كده الصبح، مع فنجان قهوه كوبايه نسكافيه، حلوة قوي. لانش بوكس طبعا حاجة أساسية، أنا أصلا بعمل الحاجات دي عشان أدي البنت يعني وهي رايحة المدرسة وكده، فبشاركها معاكم، بحب أشاركها معاكم الحاجات دي يا بنات. قولوا لي انتوا بتستفادوا منها ولا لا. عشان لو كده اكتر لكم منها، لان انا بخاف لان انتوا مثلا عشان خاطر القناه روتين وكده ما تبقوش مثلا حابين يبقى فيها مثلا معجنات او وصفات حاجات من دي يعني كتير. بس انا بصراحه بحس ان ده المهم في الفيديو. انا بحفزك وبشجعك ان انت تنضفي وكل حاجه، وبنعمل وصفات مع بعض من البيت. بس لما بعمل يعني حاجه في المطبخ بحس ان هي فيها افاده اكتر ليكم، مش عارفه ليه. طبعا كان عيد ميلاد ابني وقلت افرحه كده واشارك الفرحة دي معاكم. حاجة بسيطة كده عملتها له يعني انا وباباه، وجبنا له تورتايه وبيبسي وكده. احنا كده بنحتفل كده مع بعضنا احنا كأسرة صغيرة. على فكرة يا بنات الحاجات كده ما بتعملوها مقفولة عليكم او كأسرة صغيرة بجد بيبقى لها طعم، بيبقى لها روح كده حاجة تانية يعني، بيبقى فيه ألفة. الولاد نفسهم تحسهم قريبين منكم يعني. ممكن مثلا انا ببقى على فكرة انا اللي بعمل في البيت التورته والحاجات دي، بس بصراحة كنت تعبانة وما قدرتش ان انا اقف اعمل فجبناها من بره. بس بصراحة انا جبت دي من كارفور. بس هقول لكم بصراحة اللي في اكتوبر بتاعة اسمه ايه ده اللي هو الدمياطي، التورت بتاعته تحفة، تحفة بمعنى الكلمة. بتاعة اكتوبر بصراحة، بتاعة قصدي كارفور ما عجبتنيش قوي، ما كانتش قد كده.
مع انها على فكرة ممكن تبقى اغلى من الدمياطي، بس مش عارفة. هي بصراحة يعني هي مش وحشة، هي حلوة، بس التاني بتاع الدمياطي حاجته بصراحة يعني خرافة يعني. والتورت بتاعته بالذات والجناش بتاعه بتاع الشوكولات حاجة كده وهم. فمش عارفة يعني. واوريو ده بصراحة ما عجبنيش، بيبقى طري كده يعني في التورت. فبصراحة ما كان يعني ما كانتش قد كده يعني. شكلها حلوة بس ما كانتش قد كده. فقلت بقى اما بقول لكم اللي في اكتوبر وحابب يجيب تورت وكده يجيب من الدمياطي. الدمياطي خطير في التورت يا بنات. بس هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون كده خفيف وظريف وعجبكم. ودعموني بقى باللايك، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.